ايه الاخبار يا ناس؟ حلو، عاملين ايه النهارده؟ فيديو جديد، فيديو توب 10 لافضل 10 العاب للالعاب البي اس بي ما تلعبها مع اصحابك. يلا تابع الفيديو ونقوله بعد الانترو. اول لعبه معانا لعبه بيس 2014. اللعبه دي انا عامل لها فيديو مخصوص ازاي تلعبها مع اصحابك اونلاين واوفلاين، يعني اعمل لها فيديوين لوحده. او اللعبه تكون نفس الريت، يعني كلهم زي بعض. انت بس على حسب بقى شوف الفيديوين بقى مع بعض وانت تطبقها على حسب اللعبه طبعا. ويلا بينا على اللعبه اللي بعديها. اللعبة اللي بعديها لعبة فيفا 2014، يعني ما ينفعش انا اذكر لعبة بيس وما اسيبش فيفا طبعا. فيفا 14 ممكن تلعبها مع اصحابك عادي، واونلاين اوفلاين ممكن تلعبها على حسب الفيديوين اللي انا شرحتهم طبعا. ويلا بينا على اللعبة اللي بعدها. اللعبة اللي بعدها لعبة فيفا ستريت، كرة الشارع. اللعبة ديت لعبة جميلة جدا، ممكن تلعبها مع أصحابك. تلعب فرقة اسمها فرقتين 5 ضد 5، وتلعب ضد بعض بقى كأنكوا في حجز خماسي. لعبة جميلة جدا، ممكن تلعب مع أصحابك. يلا بينا على اللعبة اللي بعدها. نخلص من ألعاب الكورة وندخل على لعبة اكس مان ليجند تول ريس اوف ابوكاليبس. ممكن تلعب اللعبة دي مع 4 أصحابك، مش لازم يعني تكون أنت وواحد، لا لا، ممكن تلعبها أنت 4 عادي جدا. ويلا بينا على اللعبة اللي بعديها. اللعبة اللي بعدها لعبة تيكن 8، لعبة فايتنج معروفة جدا، ممكن تلعبها مع واحد صاحبك عادي جدا. يعني فكرة اللعبة انك تقاتل بعض، حتى ان هي زي العاب كتير زي مورتال كومباكت ستريت فايتر. فيلا بينا على اللعبة اللي بعدها. اللعبة اللي بعدها لعبة ناروتو التيميت نينجا هيروز 3. اللعبة بتتكلم عن شخصية معروفة في الانمي المعروف ناروتو. تعرف تلعبها مع واحد صاحبك. واخر حاجة هقولها بس الانمي كرتون. يلا بينا على اللعبة اللي بعدها. وندخل بقى على ألعاب المصارعة، وندخل على لعبة المصارعة المشهورة WWE 2K 2011. مش عارف اقول لك على متعة اللعبة ديت. لو تلعبها انت و4 اصحابك مع بعض هتبقى ممتعة جدا جدا. يعني واحد يلعب بالاندرتيكر، واحد يلعب بالراندي اورتن، واحد يلعب بجون سينا. هتبقى حاجة ممتعة جدا جدا صدقني، لما تكونوا انتوا كده شلة مع بعض وبتلعبوا WWE 2K 2011. ويلا بينا على اللعبة اللي بعدها. اللعبة اللي بعدها لعبة The Army of Two The 40 Day. لعبة أكشن من منظور علوي. اللعبة ديت جميلة جدا، لو أنصحك إنك تلعبها. فكرة اللعبة إنك بتكونوا انتوا اتنين من قتلة مأجورين عليكم إنكوا تعملوا مهمات مع بعض، وهتستمتعوا بيها انت وصاحبك. ويلا بينا على اللعبة اللي بعدها. اللعبة اللي بعدها لعبة ميدل اوف اونر. اللعبة ديت لعبة السايبرات، لعبة الطفولة، لعبة شوتينج اونلاين. تقدر تلعبها، تلعب القصة، ممكن تلعب انت واصحابك مع بعض. اللعبة دي هتستمتع بيها جامد جدا بسبب الاجواء بتاعها والاصوات الاسلحة والجو بتاع اللعبة، انك تكون في الجيش وتحارب وكده. انت وصاحبك تستمتعوا بيها جدا. يلا بينا على اللعبة نشوف اللعبة اللي بعدها. اللي بعدها لعبة نيد فور سبيد ماست وانتد. لعبة سيارات، سباق سيارات جميلة جدا، ممكن تلعبها مع أصحابك. تعرف تلعبها مع صحابك، واحد صاحبك لعبة سباقات نفس بعض. الميزة اللي في اللعبة دي فيها ان ممكن يكون في بوليس يجري وراك عادي جدا. يلا بينا ننهي الفيديو على كده. بس دي كانت نهاية الفيديو، يا رب يكون عجبكم. عجبكم متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب للفيديو. ولو في اي شروحات عايزينها اطلبوها مني تحت في التعليقات. بس ده كان نهاية الفيديو. يلا جود باي، وما تنساش انك تكتب لي تعليقك لايكك. سلام.